السلام عليكم. مرحب بكم في فيديو جديد. دي فطيرة أنا عاملاها بعجينة 10 دقايق. طبعا العجينة سريعة ما بتاخد زمن، والفطيرة حجمها كبير، حجم عائلي، وطالعة هشة وطرية وخفيفة، وطعمها طبعا لذيذ. أتمنى تجربوه وتعجبكم. نشوف مع بعض الطريقة. بسم الله. نبدأ بصدر الدجاجة حجمه كبير، قطعته لقطع صغيرة بعد ما غسلته طبعا بالخل والملح. بعدين حنسخن الطاوة وننزل ملعقة كبيرة من الزيت أو السمنة. أنا هنا عملت سمنة. حنزل بصلة كبيرة مفرومة زي ما شايفين، وأبدأ أقلب فيها لغاية ما تبدأ تذبل. بعد كده حنزل صدور الدجاج، نتبلها بملعقة صغيرة من الثوم، وملعقة صغيرة من الملح والكزبرة والبابريكا، ورشة بسيطة من القرفة. حقلب صدور الدجاج لغاية ما تبدأ تتشوح وتنزل موية. هنا حنزل فلفل رومي، وأقلب وأقلب لغاية ما صدور الدجاج تجف من الموية تماما. بعد كده حنعمل العجينة. عندي هنا كوب ونص موية دافية، وملعقة كبيرة خميرة فورية، وملعقة كبيرة سكر، وكوب من الدقيق. هنخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تعمل عجينة سايلة وناعمة. نغطيها ببلاستيك ونخليها 10 دقايق لغاية ما تتخمر، وحنجي نلقاها حجمها مضاعف وبقت خفيفة. زي ما شايفين العجينة خفيفة وفيها رغوة. كده بتكون جاهزة. ننزل فيها باقي الدقيق اللي هو عبارة عن 2 كوب من الدقيق، وننزل نص ملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نقلبهم مع بعض لغاية ما الدقيق يختفي تماما. بعد كده حننزل الزيت اللي هو عبارة عن 3 ملاعق من زيت الذرة. ممكن تستخدموا سمنة، ممكن تستخدموا زبدة. بعد كده هعجن لغاية ما الزيت يدخل في العجينة. وهنا ملاحظة مع العجن الكتير طبعا العجينة بتلين أكتر. وهنا أضفت 2 ملعقة كبار من الدقيق عشان أضبط بيها القوام بتاع العجينة. بعدين نعجن ونعجن. طبعا لو بتستخدموا العجانة هتختصر زمن العجن. نعجن لغاية ما العجينة تكون ناعمة، نعمل منها كورة زي ما شايفين. بعدين حقسم الكورة دي لقسمين متساويين. حفرد الكورة الأولى بسمك تقريبا نص سنت، تعمل معانا دايرة كبيرة من العجين. نفردها في ورق زبدة أو في صينية الخبز. بعدين نخرم الوش عشان العجينة طبعا ما ترتفع وما تتنفخ. بعدين حنزل 2 ملعقة من المايونيز وامسح وش العجينة كويس، وانزل الحشوة بتاعت الدجاج اوزعها كويس. بعد كده حرش شوية من الموزاريلا بعد كده حفرد القسم التاني من العجينة بنفس الطريقة وبنفس السمك وبنفس الحجم. هغطي الجزء الأول اللي فيه الحشوة. بعد كده حواسيه كويس وقطع الأطراف، وحنثبت كمان الأطراف عشان ما تتفتح. بعد كده طبعا ما ننسى نخرم مرة تانية. ليه؟ عشان ما تتنفخ العجينة. حندخلها الفرن مسخن 250 درجة لمدة 10 دقايق لغاية ما تتحمر من فوق وتحت. بنطلعها، بنوزع الجبنة الموزاريلا في الوش، وبندخلها مرة تانية لمدة 5 دقايق. بنطلعها، وده بيكون شكلها النهائي. بنقطعها وبناكلها سخنة
مع الكاتشب والصوصات المفضلة عندنا. ودي كانت وصفة اليوم، أتمنى تكون عجبتكم، ولغاية ما أشوفكم في وصفة جديدة، في أمان الله، مع ألف سلامة. ما تنسوا الاشتراك وعمل مشاركة للفيديو.